ارجع بلدك يا نطع يا عديم الكرامة. بمناسبة يعني الهجوم الكبير الواسع الشامل ومن شعوب أخرى غير السودانيين يعني على بنت مصر أختنا منى الحلواني، ومنها مدعية تدعى واحدة تدعى آمال معرفش إيه كده، عايزة ترفع عليها برضو دعوة قضائية. الحقيقة انا عايز الخص الموضوع ده، يعني انا ما كنتش هرد على الموضوع ده لان احنا ياما شفنا اساءات وقله ادب وسفاله ووساخه من الشعوب المجاوره واللي هم لاجئين من عندنا من كل الاربع الاتجاهات الحقيقه، اذا كان السودان ولا يمن ولا غزه ولا سوريا ولا كلكم لاجئين عندنا يعني. فانا بقول لكل لاجئ وكل لاجئه اللي هم بقى تحت مسمى لاجئ في مسجل في المفوضيه او واخد كارت لسه طلب لجوء، او اللي جاي مهاجر، او اللي جاي متجنس في بلد تانية وجاي هنا، ما هو كان لاجئ هناك برضه واتجنس وجالي هنا برضه مهاجر. تحت المسميات دي جاي لي واخد كوبري، اذا كان متجوز واحده او واحد متجوز واحده متجوزه مصري أو العكس، اللي هو اي مسمى. اللي جاي داخل للتعليم وبيسقط عشان يقعد يتلقح عندنا، اللي داخل يتعالج بقى له 10 12 سنه ولسه ما مش عارف انا ايه العلاج ده، اللي بقى له 10 12 سنه قاعد متلقح برضه عندنا، اللي هو كده يعني. بقول لكل واحد مش عاجبه كلام الاستاذه منى الحلواني ولا عاجبه كلامي ولا كلام الاستاذه فلانه والاستاذ فلان والاستاذ علان اللي هم فاتحين ملف اللاجئين، يا عديم الكرامه يا عديم الدم ارحل وارجع بلدك. سهله سهله ايه، سهله. اللي زعلان من منى الحلواني خلي عندك كرامه. مش هي انتوا شايفين ان هي اهانتكم يعني وهزقتكم؟ مش كده انتوا شايفينها كده؟ وكلكم بكل بجاحه اذا كان سعودي، يعني لك ان تتخيل الست بتكلم سودانيين يقوم يطلع سعودي كلب ابن كلب اللي هو ابو الجن بقى والولد الاحباني ورائد العيال الوسخه دي اللي بتمثل السعوديه واللي القياده السعوديه سايباهم ومحدش بيحاسبهم، لا عندهم ملك ولا ولي عهد ولا بتاع. العيال السوريين الانطاع اللاجئين اللي ما برضه الاوسخ جنسيه برضه بيردوا عليها، مع العلم ان هي المصريه مع سودانيه مع سودانيين. انما السوري الناطع ده اللي خرب بلده وهربان وعندي لاجئ وبدول العالم لاجئ خربها برضه اتدخل. اللي بيتدخل اليمن اتدخل. ايه السودانيين طلعوا بقى اطلقوا على الست، مسكوها ليل ونهار وكأنهم مش شايفين خالص قلة أدبهم ووسختهم على الشعب المصري والقيادة المصرية، وآخرها ترس وخدوا الحافلات سرقوها اللي جاية داخلة وخارجة، والسواقين المصريين معطلينهم على الحدود ولا كأنهم بيعملوا حاجة، ولا كأن في بنت سودانية كلبة رفعت شبشب على مصريات، ولا كأن في حرامي سوداني كسر عربية ولا سرق عربيه ولا نطوا على شقه، ولا شايفين الكلام ده، ولا شايفين اساءه الرئيس بالجيش بالشعب بتاريخ مصر كله على مدار كام سنه فاتوا، كام سنه. تيجي انت عشان هي قالت كلمتين بتدافع بها عن نفسها وعن مصر وشعب مصر وقياده مصر وتاريخ مصر وجيش مصر، تقوم طالعين عليها تاكلوها. هتاكلوها ماشي يا عم. هي هزقتكم، هزقتكم. انتوا يعني مش عاجبكم كلامها ماشي، مش عاجبكم ان شاء الله عنه ما عجبكم، حلو سهله يا عم. يا عم الحاج خلي عندك كرامه وارجع بلدك. يا عم انا بهزقك مش كده، مش انا بهزقك يا عم، خلاص انت مهزق، ما ترجع بلدك يا عم. سهله يعني الموضوع في ايدك، انما انت جبله، انت ناطع اللي هو كل بقى الشعوب اللي احنا بنتكلم عليها دي، انت جبله انت ناطع، انت ما عندكش كرامه عشان انك انت بتتهزق وقاعد برضه يا اخي في البلد اللي بتهزق. مش انت شايفنا بنهزقك يا عم، وشايفنا ان احنا وحشين وفسايخه وطعميه وولاد زينب وولاد الرجاسه وقاعدين بجروشكم وقاعدين بفلوسكم وحاجه قمه الوساخه منكم يعني. يا عم انا بقى بطلع انتوا زعلانين مني؟ يا عم ما تغور ارجع بلدك يا عم عشان تشيل ده من ده يرتاح ده من ده. سهله يعني. انت مصعبها على نفسك ليه؟ طول ما انت قاعد هتتهزق. وانت انتوا خسرتوا تعاطف الشعب على الاقل على المواقع الالكترونيه. ما بيحصلش على الارض، لا بيحصل على الارض، وبداتوا تتاخدوا بالقلم على وشكم بالشبشب على وشكم، وبداتوا تتهانوا في الشوارع في اي موقف هتعملوه. الناس ما هي شايفه السوشيال ميديا وشايفاكم وشايفه قله ادبكم وشايفه وسختكم وشايفه اللي انتوا بتعملوه الاجرام. واللي بيني وبينكم واللي يحكم بيني وبينكم صفحه وزاره الداخليه.
شوفوا جرائم السوريين قد ايه، شوفوا جرائم السودانيين قد ايه، شوفوا اليمنيين بالجنابيه بتاعتهم والمشاكل وقله الادب بتاعتهم. الله. يا عم الحاج مش عاجبك غور يا عم على بلدك، انت مصعب الامور على نفسك يا حبيبي. انت جايب لنفسك الاهانه وجايب لنفسك الكلام، وانت ما هو انت هربان من بلدك جبان، فجاي تسترجل على الشعوب، على ارجل شعب في المنطقه. يعني انت، هو السؤال بس انا عايز افهم، انت فاهم ان المصري، او انا عن نفسي يعني، انت شايف ان انا شايفك راجل؟ ابدا يا ابني، انت اقل من المرأة. يعني المرأة يمكن فيها رجولة عنك، النسوان اللي قاعدة في بلدك ارجل منك. ليه؟ لان انت في نظر عيل جبان هربت من بلدك وسبتها وجيت عندي تحتمي فيا وبتقل ادبك عليا. مش عايز نرد عليك، اديك بالجزمة على دماغك ودماغ امك وابوك اللي جابوك. ما هي المسألة كده. حلو، زعلان يا استاذ؟ ارجع بلدك. انا بناشد حكومتي ترجعك. انت زعلان برضو؟ الله. ولما اجي اكلمك اقول لك ارجع بلدك تقول لي ما تكلم حكومتك، حكومتك اللي معاداني. لما اجي اكلم حكومتي تتدخل بيني وبين حكومتي. يا راجل ده انت وصل بيكوا السفاله والوساخه. السودانيين، عشان الاستاذه منى الحلواني دي، السودانيين طلعوا بيناشدوا الرئيس السيسي يتخذ الاجراءات، بيهددهم. مره سودانيه طالعه بتقول له اسمع عبد الفتاح يا سيسي يا رئيس مصر، لو ما تخذش الاجراءات مش عارف. يعني كمان هتعملوا فتنه ما بين الرئيس والشعب. يعني انتوا يا سودانيين كمان على قله ادبكم وسختكم دي. ده باعتراف السودانيين، خدوا بالكم، مش باعترافنا احنا بس ولا انا بس، يعني ده باعتراف السودانيين. سودانيين كتير طلعوا هزقوكم واهانوكم يعني على اعمالكم وافعالكم في مصر. ولا انتوا مش شايفين نفسكم ولا ايه؟ وبعدين خلاص، قله ادبكم دي محدش بيحاسبكم، لا دولتكم بتحاسبكم ولا شعوبكم بتحاسبكم. جايين تحاسبوا واحده ست مصريه قالت كلمتين ان انت النسوان شبه غوريلا، اللي هم بتوع الرحاب اللي بيعملوا دعايه. ايه ما بتشبههم بالغوريلا زي ما انا بشبهك بالحمار كده. انت حمار يا ابني، انت حمار، انت جحش. ايه اللي فيها يعني؟ زعلان؟ انت زعلان من الاستاذه منى؟ ارجع بلدك ببساطه خالص. خلي عندك كرامه كده. وانت ولا ناحة عليك قوي لو بترد على الست. يعني انت كنت انت راجل ولا مره بترد على الست؟ ارجعوا بلدكم. الموضوع ابسط مما تتخيلوا يعني. اللي زعلان من ست ولا من راجل بيتكلم على اللاجئين وما يفتح ملف اللاجئين، خلي عندك كرامه يا عمي وارجع بلدك. عايز تعمل راجل؟ لا ما تعملش لا على راجل على المصريين، لا اعمل راجل في بلدك يجري اللي انت هربت منه. ما انا كل شويه بفكرك ان انت هربان وجاي تحتمي فيا، وانت قليل الادب بقى. مش عايز ان انا ارد عليك، مش كده؟ طب رديت عليك تقوم انت زعلت واتقمصت، اتفلق. ارجع بلدك. طول ما انت قاعد في مصر هتتهان وهتتاخد بالشبشب على وشك وهتتقل كرامتك. عايز تحافظ على كرامتك؟ ارجع بلدك. سهله، معادله سهله خالص اهي. وصلوا يا جماعه الكلام ده لكل اللاجئين الانطاع اللي موجودين في مصر واللي خارج مصر. يعني حتى اللي في خارج مصر، يلا اللي مش عاجبك يلا اللي في خارج مصر، يلا ارجع بلدك. لو انت زعلان من المصري على ارضه بيهينك وانت بره بلدي وانت بره مصر كمان، حتى وانت هربان من بلدك قاعد بره مصر وقاعد تتكلم وترد على الست المصريه دي، ارجع بلدك يا ناطع يا عديم الكرامه. الموضوع سهل اهو. زعلانين ليه لا بجد والله زعلانين ليه؟ محدش يزعل يا جماعه من الحقيقه والحق. بتزعلوا من الحق يعني؟ حق ربنا؟ انتوا عالم وسخ. ارجع بلدك عشان محدش يهينك. سهله خالص ايه.